أجمل اسم بالدنيا فاطمة، وأغلى اسم عند الله سبحانه وتعالى فاطمة وزهراء وبتول وكوثر. وأي اسم بالدنيا بلامس شوي من أخلاق فاطمة رح يكون نور مشع بولادة السيدة الزهراء عليها السلام. وكالة أنباء عالمية حكت فيكي مثلا قد ايه أنت بتنبسطي، بتكيفي قد الدنيا. هالامرأة خلت رب العالمين يحكي فيها، مش بس يحكي فيها، يصنع حديث بكامله. لأجلها بيقول الله سبحانه وتعالى: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقف شوي هون واسمحي لي بشوي من تركيزك. أول اسم بلش فيه الله سبحانه وتعالى فاطمة، وآخر اسم ختم فيه الله سبحانه وتعالى فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يعني هي البداية وهي النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى وأحب من أحب ورفض من رفض. هي الخير الكثير الذي أعطاه الله لمحمد ليقول له الله سبحانه وتعالى بصورة مختصرة ولكن بليغة جدا: أبشر يا محمد، إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، تلك لولاها الوجود لا لم يوجد. فعلا بالعشرين من جماد الآخرة يوم الجمعة البريد الإلهي بنزل أعظم برقية تهنئة بالتاريخ: تحضر يا محمد، اليوم رح تزهر السماء، وتحضروا يا محبين لولادة شفيعة أهل الكساء، اللي كتب الشاعر فيها هيدي الكلمات: ونهر كوثرها القلب مجراه، ونحن ظمأ وهذا النهر نهواه، فاضت بنا الأرض حبا يوم مولدها، وهي الشفيعة حتما يوم نلقاه. الله يتقبل أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله. مبارك لكم هذه الولادة العطرة والطيبة والمباركة، والحمد لله رب العالمين. حط السين بكل مدينة وعم الحب عنا.